انا شكاءه بكاءه زي اخت طه حسين. بحب افضفض وبحب دايما اخرج اللي جوايا واحطه قدام عيني كده واشوف حجمه الحقيقي، لان دايما بيحصل لي حاجه من الاتنين، يا اما ابقى بفضفض وبتكلم في الموضوع على انه عادي واتس اوكي، وبعد ما بخلص بلاقي نفسي باخد نفس تقيل وبقول يا ربي الموضوع فعلا كبير قوي، علشان كده انا طاقتي خلصانه الفتره اللي فاتت دي كلها. او بيحصل لي حاجه تانية، ان انا ببقى بحكي وانا محموق او دمي محروق ومش قادره مخنوق، بعد ما اخلص اكتشف ان الموضوع تافه جدا ومش مستاهل كل الخنقه اللي انا فيها دي. فلما بخرج الموضوع من دماغي سواء بالكلام او بالكتابه وبحطه قدامي كده بيعمل لي رياليتي تشيك، بحط الموضوع كان الصح في الاولويات. عشان كده مهم جدا 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 ان احنا نخف عن دماغنا شويه ونخرج المواضيع منها لقدامنا، يا اما بالحكي او بالكتابه، عشان نشوف حجمها الحقيقي عامل ازاي ونعيد اولوياتنا ونعيد ترتيب الموضوع. هيفرق جدا جدا جدا، وفي الاخر انت هتشوف اذا كان الموضوع فعلا مستاهل او انت طلعت دراما كوين. فاهمني؟ سلام.